لتلك الخطوة بالمطالبة بطرد السفير السوري من الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول طبعا احنا نقف وقفة إجلال وتقدير لثورة الشعب الليبي الباسل وبطولات اخواننا في الشام من ناحية، وأيضا نترحم على الشهداء ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم. نعم. وأما بالنسبة طبعا نحن نستنكر اتخاذ العربي والصمت الدولي تجاه ما يحصل من مجازر في سوريا الحبيبة. نعم. في الكويت أرسلنا قافلة اسمها قافلة الكرامة لمساندة ومساعدة، قافلة إنسانية طبعا فيها أغذية ومواد طبية، ولإرسالها لإخواننا في درعا. نعم. بالبر. ووجدنا أن هناك تصريح مؤسف للسفير النظام السوري، يقول هذه القافلة يعني لها أغراض خاصة وأنها لن تصل وأنها مرفوضة وليس هناك حاجة للقافلة هذه. نعم. فطبعا هذا شيء مؤسف جدا أن مساعدات إنسانية يراد منعها من الوصول إلى المستحقين، أو تعبير رمزي من شعب الكويت عن تضامنه مع الشعب السوري. نعم. فاحنا عملنا بيان وقع الأغلبية. مجلس الأمم الكويتي مكون من 49 نائب. نعم. 28 نائب أغلبية النواب الكويتيين ممثلي الشعب الكويتي وقعوا على بيان يطالبون الحكومة الكويتية بسحب اعترافها بالنظام السوري، وأيضا طرد السفير السوري واعتباره شخص غير مرغوب عنا في الكويت. وهذا السفير السوري هو كان وزير الداخلية سابق يعني أو أسبق في الشام. طيب سيد طبطبائي، يعني طبعا نحن نشكركم نيابة عن الشعب السوري على ذلك الموقف وأيضا محاولتكم لإرسال قافلة إنسانية، لكن يعني ماذا تقول ربما لزملائك في البرلمانات العربية الأخرى؟ يعني طبعا احنا نستنكر صمت القبور المطبق في البرلمانات سواء العربية والإسلامية وحتى الدولية. ربما يكون هناك صوت في البرلمانات الدولية لكن هو صوت خافت. نحن تربطنا بالشعب السوري. نعم. أكثر من رابط، أخوة وعروبة ودين، وأيضا الإنسانية تحتم علينا أن نتدخل لصالح وقف المجازر التي تجري في سوريا. نعم. يعني الشعب السوري إذا أراد الحرية، أراد الديمقراطية، أراد أن يعني يكون له دور في حكم نفسه بنفسه، يرفض الوصاية، هذا حق الشعوب هذا. نعم. والنظام الذي يوجه الأسلحة والشرعية. فنحن نطالب بإعطاء الشعب السوري الحق في الحرية، الحق في الديمقراطية، الحق في تبادل السلمي للسلطة، الحق في التعبير، الحق في التظاهر، الحق في يعني تأسيس الأحزاب، العمل السياسي، كل حقوق إنسانية. لماذا يحرم منها الشعب السوري؟ ما الذي ينقص الشعب السوري حتى يحرم من حقه في العمل السياسي، العمل العام، إبداء الرأي، حق الاجتماع، حق التعبير؟ سوريا أقدم دولة، أقدم حضارة. دمشق أقدم مدينة يعني موجودة الآن في التاريخ. يعني هذه الحضارة حرام أنها يتم طمسها عن طريق حكم الفرد ولا حكم الحزب الواحد. نعم. إذن يعني الصمت العربي كان فعلا مخيما. برأيك يعني الجامعة الدول العربية ألا تعتقد معي أن لابد أن يكون لها موقف أيضا كما كان لها موقف ربما إزاء الأحوال في ليبيا؟ جيد الموقف، لكن للأسف كان مخيب الآمال في سوريا، وبان عجز النظام العربي عن اتخاذ أي موقف. نعم. يعني الشطارة اللي قام فيها النظام في أو الجامعة العربية في ليبيا خابت. وأيضا لاحظنا بعض القنوات كان لها موقف جيد من أحداث ليبيا ثم تقاعست عن ثورة الشعب السوري. نطالب الشعوب أنها تتحرك حقيقة، والشعب المصري نطالبه بالتحرك. دائما الشعب السوري تواق إلى الوحدة العربية وتواق إلى التعاون العربي المشترك. فنتمنى من الشعب المصري دعم ثورة الشعب السوري. نطالب أيضا جميع الدول العربية في تونس الذي تحررت من الدكتاتورية أيضا أن يناصروا الشعب السوري. نطالب الشعوب العربية أن تتحرك لصالح الوقوف مع أخوانهم في سوريا. نعم.
سعادة النائب في مجلس الأمة الكويتي وليد